ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة مع بعض هنعمل البسيمة بطريقة سهلة ولذيذة جدا، ومكونات اقتصادية ان شاء الله هتلاقيها كلها موجودة عندك في البيت، وفي نفس الوقت مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، وهتطلع معاكي مظبوطة قوي حتى لو اول مرة هتعمليها. في بولة حطيت كوبايتين جوز هند مع نص كوباية دقيق. هنقلبهم بقى مع بعض مع نص كوباية سكر، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح، نص كوباية لبن. الكوباية اللي استخدمتها اللي هي 250 ملي. قلبي بقى كل المكونات مع بعض كده كويس قوي، وهنركنهم بقى شوية لحد الجوز الهند ما يتشرب اللبن. وهناخد بولة تانية هنحط فيها كوباية سميد وتلت كوباية سمنة. لو تحبي تحطي السمنة سمنة على زيت مفيش مشكلة، بس ما تزوديش السمنة عن كده لأن هي طلعت حلوة وكويسة قوي كده. قلبت بقى السمنة مع السميد كويس قوي لحد ما امتزجوا ببعض كده، وبعدين حطيتهم على باقي المكونات. لما تحطي بقى السميد والسمنة على باقي المكونات ما تعجنيش، قلبيهم بس مع بعض تقليبة كده بسيطة، مش عايزين عجن. حطيت بقى ده على ده اهو وقلبتهم كويس. الصينية اللي هستخدمها مقاس 28. لو تحبي تعمليها يعني أتخن من كده شوية، السمك بتاع البسيمة أتخن من كده، حطيها في صينية 26. بس ما تزوديش المقاس عن 28 لأنها تطلع رقيقة قوي، يعني يا 26 يا 28. قلبتها بقى كويس اهي، وجبت الصينية وحطيت فيها المكونات بتاعتنا، وبالسباتولا بقى كده وساوي الوش كويس. وهندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180. سخني الفرن 5 دقايق قبل ما تدخليها، هي هتاخد حوالي نص ساعة على الرف الوسطاني. بعد النص ساعة هتلاقي الحروف بتاعتها بقى لونها ذهبي كده، يبقى استوت من تحت. هنفتح لها الشواية 5 دقايق لحد ما تاخد لون ذهبي بقى من على الوش كده، وبعدين نطلعها. كده سويت اهو الوش كده، وهدخلها الفرن. الشربات بقى بتاعي عملت كوباية مية وكوباية ونص سكر، ولما بقى غلى والسكر داب كده حطيت عصير نص ليمونة، وبعدين سبته 3 دقايق أو 4 دقايق بالظبط، وتحطي الفانيليا وتنزلي الشربات. مش هنسيبه يغلي كتير، 3 4 دقايق بعد الليمونة وبعدين تنزليه. شايفة بقى طالع السوا اهو، أنا طلعتلك الصينية عشان تشوفيها، وبعدين دخلتها الشواية طلعت بقى بالجمال ده. هنسقيها الشربات بقى هيكون دافي أو بارد ما يفرقش، يعني يا دافي يا بارد لكن مش سخن، والصينية نفسها سخنة. هنسقيها بقى كده بالطريقة دي، هتلاقيها بقى اتشربت الشربات كله. ما شاء الله أخدت الشربات كله كده. وبعدين قطعتها بقى. ولو تحبي تزيني الوش بأي حاجة موجودة عندك، أو تقدميها سادة كده جميلة برضو، يعني ممكن ترشي لها رشة جوز هند على الوش كده بالشكل ده. أنا بقى قطعتها الأول وبعدين رشيت عليها شوية فستق مجروش كده على الوش، يدي شكل جميل بالشكل ده. وتقدميها بقى بألف هنا. طلع حلوة جدا، سكرها مظبوط، السوا بتاعها جميل، وزي ما بقولك مكوناتها موجودة في كل بيت، وطعمها لذيذ جدا بألف هنا. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.